النهارده هعمل لكم احلى ساندوتش ايس كريم فانيليا وشوكولاته. طعمها خطير بجد، جميل جدا وغنيه كمان بالشوكولاته. لازم تجربوها يا جماعه، طعمها تحفه. تعالى اقول لكم عملناها ازاي. هنعمل الفانيليا الاول وبعد كده هنعمل الشوكولاته. مقاديرنا معايا هنا كوبايه من الكريم الشانتيه الخام. طبعا بنجيب من عند العطار الكريم شانتيه، بتروحي له تقولي له انا عايزه كريم شانتيه خام، تمام كده، اللي هو بدون سكر. معايا نص كوبايه من السكر البودر، ومعايا نص كوبايه من الحليب البودر، ومعايا ربع معلقه صغيره من الفانيليا او كيسين من الفانيليا. تمام. بدأت كده احط كوبايه من الحليب المتلج علشان الكريمه تمسك معانا بسرعه، وبدأت اضرب بالمضرب بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. عندكم عجان اضربوا بيه، عندكم كبه تضربوا بيها الكريمه بتاعتنا، اي حاجه موجوده عندك، بس المضرب اليدوي هياخد وقت معاك وهياخد كمان مجهود. تمام. خلاص كده هنبدأ كده نضرب حلو جدا الكريمه بتاعتنا لحد ما تتماسك معانا، واوريكم القوام اللي احنا عايزينه. تمام اهو بالشكل ده. هنفضل نضرب طبعا لحد القوام زي ما قلت لكم ما يتقل معانا، ووريكم القوام الكريمه بتاعتنا عايزينه تقيل، وعايزينه يبقى متماسك وماسك نفسه كده، علشان لما نفرده على الايس كريم بتاعنا يبقى مفرود حلو جدا ويتفرد معانا كمان بكل سهوله. تمام. خلاص كده اهو، هنا بدأ كده يتماسك معايا اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا خلاص كده وصلنا للقوام المظبوط. تمام. بصوا كده اهو، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. خلاص كده ده الكريم اسفه الايس كريم الفانيليا. تمام بالشكل ده اهو. خلاص هنركن كده الايس كريم الفانيليا على جنب، ونبدا نعمل ايس كريم شوكولاته نفس المقادير بالظبط، بس هنضيف عليها نص كوبايه من الكاكاو الخام اللي هو الاسباني، علشان بيبقى طعمه حلو وكمان لونه حلو. تمام. حطينا طبعا كوبايه من الكريم شانتيه، حطينا نص كوبايه من السكر البودر، نص كوبايه من الحليب البودر، حطينا كمان نص كوبايه من الكاكاو الاسباني الغير محلى. تمام. وهننزل كمان بكوبايه حليب متلج. خلاص. وهنفضل نضرب، بس انا قلبتهم تقليبه كده بالمعلقه علشان بس ما نعفرش الدنيا بالكاكاو والسكر البودر والكريم شانتيه، علشان لو ضربتي على طول بالمضرب هتعفري الدنيا وهتبهدلي الدنيا. فحاولي تقلبيهم كده بمعلقه الاول، وبعد كده تبداي تنزلي بالمضرب بتاعك لحد القوام ما يبقى متماسك، ونوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. بقى قوام متماسك وقوام تقيل معانا. خلاص كده، خلاص ضربنا الشوكولاته وضربنا الفانيليا. هنا معانا بسكوت ساده، اي نوع بسكوت ساده انت بتفضليه وبتحبيه هاتيه. تمام. جبنا صينيه اهو زي ما حضراتكم شايفين، وبدانا الرص البسكوت بتاعنا في قاع الصينيه. طبعا لو حابه انك انت تعمليها في صينيه اللي هي بتتفتح دي براحتك، حابه تعمليها في اي حاجه، اي صينيه موجوده عندك اعمليها، بس حطي كيس من تحت، كيس تلاجة افتحيه كده وافرديه في القاع، يا اما ورقه زبده علشان تعرفي بس تشيليه من الصينيه بتاعتك. تمام. رصينا هنا اول طبقه كده، طبعا خلينا وش البسكوته اللي هي بتبقى من فوق كده خلي لها من تحت علشان تدينا الشكل الحلو في النهايه. بدانا ننزل كده بكميه الايس كريم الفانيليا اللي احنا حطيناه، بدانا نفرد بالراحه كده وبشويش علشان البسكوت ما يتحركش معانا بس من مكانه. خلاص. تمام كده هفرده كده بكل سهوله اهو. هنحط طبعا، حابه تعملي الايس كريم الشوكولاته الاول وفوقيه الفانيليا براحتك، حابه تعملي شوكولاته اسفه الايس كريم الفانيليا الاول وبعد كده الشوكولاته براحتك. تمام. انا حطيت الفانيليا الاول وهحط عليه دلوقتي الشوكولاته، بس بفرده حلو جدا. طبعا احنا عايزين السمك الايس كريم بتاعنا يبقى عالي شويه. تمام. انا حاطه في صينيه ملمومه شويه، لكن يعني خدت الكميه اللي معايا كلها من الايس كريم الفانيليا والشوكولاته. تمام كده. خلاص هنا كده خلاص فردناه حلو جدا كده. هنبدا نجيب الايس كريم الشوكولاته معانا. تمام اهو بالشكل ده. خلاص كده حطينا كده كمية الايس كريم الشوكولاتة بتاعتنا، وهنبدأ نفردها كده ونوزعها بشويش وبالراحة علشان ما يختلطش بالفانيليا ويبقى كله مختلط ببعضه. احنا عايزين طبقة الفانيليا لوحدها وطبقة الشوكولاتة لوحدها علشان تبقى ظاهرة في الايس كريم بتاعنا شكلها حلو، وكمان طبعا العين بتاكل قبل البق، فاحنا عايزين الحاجة تبقى شكلها حلو كده علشان يبقى لنا نفس كده ناكلها. تمام. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. انا عاجبه ان يعني انا انا عارفه ومتاكده ان شاء الله ان الايس كريم النهارده هيعجبكم جدا. تمام. خلاص كده اهو بالشكل ده.
خلاص هنفرده بشويش كده وبالراحه لحد ما نفرد كميه الايس كريم الشوكولاته مع نفسنا كده وبالراحه لحد ما نخلصه كله. تمام، هنفرده كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. بصوا ما اختلطش بالفانيليا ولا اي حاجه خالص. تمام، وحتى لو اختلط يعني مش هيقول لا، مش هيترمي، لا هيتاكل. احنا عاملينه حاجه مش هتتباع يعني، حاجه في بيتنا لاولادنا، فهناكلها اكيد، مش هنرميها. تمام اهو. انا فردت كده كميه الشوكولاته كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. هسويها حلو جدا كده علشان ابدا اجيب البسكوت بتاعي وابدا زي ما رصيته تحت هرصه من فوق. بس انا هحط البسكوته رسمتها تبقى من فوق. انا حطيت الاول رسمتها تبقى من تحت في قاع الصينيه علشان لما نيجي نقطع الساندوتش الايس كريم بتاعنا يبقى شكله حلو. تمام، نفس الرصه من تحت هترصيها، بس اختلاف انك انت هتحطي البسكوته شكلها من فوق او رسمتها من فوق. تمام، هنرصها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه زي ما رصينا زي ما قلت لكم في الصينيه من تحت. تمام اهو بالشكل ده. هنفضل نرص كده بالراحه وبشويش كده. تمام بالشكل ده. بجد كان طعمه جميل جدا جدا. حاجه بصوا، احنا في الصيف طبعا بنحب الحاجات المرطبه، بنحب الايس كريمات والعصاير والحاجات دي، احنا يعني بترطب علينا في الحر وفي الجو اللي احنا فيه. تمام، فان شاء الله هتعمليه ومش هياخد منك وقت خالص 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 ولا مجهود باذن الله. بس ما تنسيش لو اول مره بتشوفيني شرفيني باشتراكك، هكون سعيده بيكي. وما تنسيش تكتبي لي كومنت برايك في الوصفه. تمام، انا هنا جبت كده الاسترتش راب وبدات كده اغطي الصينيه بتاعتي علشان ابدا ادخلها الفريزر. تمام اهو. اي كيس تلاجة عندك، اي كيس موجوده عندك غطي بيه الصينيه بس علشان ما تعملش كريستالات من التلج على الايس كريم بتاعنا. هنبدا كده ناخد الصينيه بتاعتنا بالراحه كده وبشويش وندخلها الفريزر علشان تتماسك معانا ويبقى البسكوت معانا والسندوتش الايس كريم معانا جميل ومتماسك ونعرف نقطعه. تمام اهو. هنا كنت دخلتها الفريزر من بالليل للصبح. لو حابه انك انت تعمليها بالنهار يعني الصبح وتقدميها بالليل براحتك، مش هتقول اهم حاجه مش اقل من 6 ساعات. تمام خلاص مسكت معايا وبقت زي الفل اهي. هبدا اقطع معاكم واوريكم قد ايه ايس كريم ساندوتش ايس كريم جميل جدا جدا، طعمه فظيع بجد. لازم تجربوه، هتندموا لو ما جربتوش ساندوتش الايس كريم ده. طبعا لو حابه تعملي باي اطعمه براحتك، عندك فانيليا، عندك شوكولاته، عندك مانجا، فراوله، اي حاجه موجوده عندك في البيت ما توقفيش عليها. بصوا شكلها، بصوا ما شاء الله، بصوا طبقات البسكوت بتاعتنا مع شوكولاته الايس كريم الشوكولاته وكمان ايس كريم الفانيليا. بصوا ما شاء الله يعني ما اختلطتش ببعض، ما حصلت لهاش اي حاجه خالص يعني. بصوا شكلها جميل جدا والطبقات متساويه والطبقات جميله وما تكسرش معايا البسكوت ولا حصلت فيه اي حاجه. بصوا ما شاء الله جميل جدا جدا. هوريكم دلوقتي وانا بقطعه كده معاكم. بصوا تحفه بجد، جميل جدا. طعم الايس كريم ده يا جماعه خرافه تحفه، لازم تجربوه. بصوا ما شاء الله، بصوا اهو شكله جميل جدا، لازم تجربوه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، وان شاء الله هستنى تعليقاتكم، هستنى رايكم في الكومنتات. لو عايزين اي حاجه اطلبوها مني واكتبوها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها لكم. بس يا ريت ما تنسيش لو مش مشتركه في القناه تنزلي بسرعه تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد مني اول باول. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ساندوتش ايس كريم تحفه جميل جدا جدا. بصوا ما شاء الله، بصوا البسكوت مع الايس كريم بيدي تيست هايل بجد، لازم تجربوه يا جماعه. هستنى رايكم زي ما قلت لكم وهستنى تعليقاتكم اللي بتعجبني وبتفرحني. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واقول لكم سلام عليكم.